بحب اشوف واحد كده برضو مهتم بالنيوتريشن على اليوتيوب، كان شاري شوكة بتكهربه لو كل بسرعة. في ناس بتخرج دلوقتي تروح تعمل مع بعضها بادل. بالنسبة لي الناس دي بتفهم. هكلمكم عن 10 طرق تتجنبوا بيها الجوع. اول طريقة هنتكلم عليها هي ان انت تاكل بروتين كفاية. البروتين طبعا انتوا عارفين ان هو في كل الحيوانات، يعني الفراخ، اللحمة، كمان هو في اللبن، في الجبنة، فأي حاجة فيها بروتين هتشبع أكتر من حاجة فيها نشويات. عشان كده كمان في زي فكرة في الدايت إنه تبدأ يومك بحاجة فيها بروتين عالي عشان تشبع لفترة طويلة وما تفكرش في الأكل. طبعا ممكن يكون في ناس عندها يوم بيحتاج طاقة كبيرة في أول اليوم زي في الشغل أو كده، ممكن يحطوا حاجة فيها نشويات معاها عشان تديهم الطاقة دي، مفيش مشكلة. بس قصدي يعني إنه دايما تفكر هل أنا محتاجة فعلا طاقة عالية دلوقتي، ولا أنا هروح أقعد في المواصلات ساعة مثلا. فالأحسن أكل حاجة فيها بروتين عالي، ولما أجي أوصل الشغل ممكن أجي أكل حاجة فيها نشويات عشان تديني طاقة أبدأ أشتغل. تاني حاجة بقى بتشبع جدا هي الألياف. والألياف دي موجودة في كل طبعا الخضار والسلطة والفواكه. يعني حاجة لو انت نفسك في حاجة مسكرة كل تفاحة. التفاحة من أكتر الحاجات اللي فيها ألياف، وده بيخليها عندها low glycemic index، يعني السكر اللي فيها ما بيطلعش فجأة في الدم، بيطلع واحدة واحدة في الدم، فبيخليك شبعان لفترة أطول. فالتفاح من أكتر الحاجات الحلوة. أنا باخدها كبري ورك أوت، باخدها قبل ما أتمرن عشان تطلع سكر واحدة واحدة طول التمرين وما احسش ان انا تعبانه. حاجات تانية فيها الياف والياف عاليه جدا زي مثلا بذور الشيا او بذور الكتان. في ناس بتحط بذور الشيا في الزبادي بتاعها وتحط عليه فواكه، طعمه بيبقى حلو، بيكون فطار حلو قوي وبيشبع برضو. تالت حاجه نعتبر عارفينها، يعني انه ساعات بنتلخبط احنا جعانين ولا عطشانين. فعشان كده نصيحتي ليكي لو انت حاسه ان انت جعانه ان انت تشربي ميه الاول وتشوفي اذا كنت لسه جعانه ولا لا. رابع حاجة ان انتي تدخلي دهون صحية في وجبتك. الدهون بتحسسك بالشبع اكتر، في حاجة زي الافوكادو او زيت الزيتون او حتى السلمون او تاكلي سمك عامة، يعني بيكون في دهون صحية. دي مش بس بتدخل في تصنيع هرموناتك، هي اللي بتساعد ان العقل بتاعك يعمل الوظيفة بتاعته بطريقة كويسة، لكن هي كمان بتساعدك على ان انت تحسي بالشبع. طبعا لازم تاخدي بالك تاخدي قد ايه دهون، لان حتى لو دهون صحية لو كتيرة للأسف هيزيد الوزن. فلازم نخلي بالنا قد ايه بناخد دهون. خامس حاجة بقى وان هي نبعد عن السيمبل كاربس او السكر او النشويات البسيطة، اللي هي الحاجات اللي بقى عكس التفاح هي فيها هاي جلايسيميك اندكس. يعني بالسكر بيدخل فجأة في الدم وبعد كده بينزل فجأة برضو، فبيعمل زي سبايك في الشوجر ليفلز وبعد كده بينزل فجأة. والطريقة دي هي اللي بتحسسنا بالجوع بعد ما بناكل حاجة مسكرة. يعني مثلا تاكلي حاجة مسكرة بعد شوية صغيرين قوي تبقي جعانة عشان الشوجر سبايك دي. من أحسن الحاجات المسكرة اللي ممكن تاكليها هي البلح. البلح فيه ألياف عالية جدا ومسكر جدا جدا، فلو نفسك في حاجة مسكرة خدي بلحة وبعد كده شوفي اذا كنتي لسه نفسك في حاجه مسكره ولا لا. سادس حاجه بقى وهي ان انت وانت بتاكلي تاكلي بالراحه، ما بين كل قطمه وقطمه يكون في وقت. وحتى كان في فيديو بحب اشوف واحد كده برضو مهتم بالنيوتريشن على اليوتيوب، كان شاري شوكه بتكهربه لو كل بسرعه، بتعمل له هي الشوكه نور اخضر لما ينفع ياكل، فهو ياكل قطمه وبعد كده تنور نور احمر لو بتعمل فايبريشن كده، مش بتكهربه يعني بتعمل فايبريشن كده اللي هو تضايقه وهو بياكل، فهو يتعلم ياكل ابطأ. وحتى هو عمل تايمر وشاف الفرق، انه كان في الاول ممكن يخلص مثلا الطبق اللي قدامه في 3 دقايق، انه بقى 10 دقايق او 11 دقيقة عشان يخلص الطبق. فالطريقة دي بتخليكي تشبعي اسرع. وهو في نص ما بياكل الطبق اكتشف انه خلاص شبع اصلا فوق في الاكسبيرمنت اللي هو كان عاملها دي. فان انتي تاكلي بطيء دي حاجة هتساعدك جدا تحسي بالشبع. سابع حاجة هي النوم الكويس. واكيد لاحظتي لو طبقتي يومين ورا بعض ان انت بتاكلي اكتر لانه انت جسمك تعبان، فانت لما تدخلي له سكر بيفوق كده شوية فبتاكلي اكتر يعني. فلا احسن طبعا تنامي كويس على الاقل 8 ساعات في اليوم. تامن حاجة هي ان انت تخلي او تاكلي وجبتك سخنة. في 3 حاجات بتحسسنا بالشبع. قد ايه درجة اللزوجة بتاعة الاكل. يعني مثلا لو انت شربتي ميه سخنة غير ان انت تشربي شوربة سخنة، لان الشوربة لزجة اكتر هتملى بطنك اكتر. زي الشوربة مثلا شوربة الخضار فيها 3 حاجات، فيها لزوجة عالية، سخونة، وممكن تاكلي منها كمية عالية وما يبقاش فيها سعرات كتير، فكده هتحسسي نفسك بالشبع لمدة اطول.
تاسع حاجة بقى ان انتي تقللي المشروبات اللي فيها سعرات حرارية عالية، لان هي مش بتشبع قد الاكل، وبتبقي بتاخدي من السعرات اللي ممكن تاكليها وتشبعي نفسك بيها. فقللي من المشروبات، لو هتشربي حاجة اشربي حاجة مفيهاش كالوريز كتير. الحاجات اللي هي زيرو، كولا، وات ممكن تشربيها. اخر حاجة بقى وهي ان نفسيتك تكون كويسة وتتحكمي في التوتر. مش كل ما تحسي بالحزن او بالسعادة او بالتوتر او اي حاجة زي كده تقولي الحل ان هو الاكل. ممكن قبل ما تاكلي في حاجات كتير تسيطري بيها على المشاعر دي، زي مثلا ان انت تكتبي مذكرة، تكلمي صاحبتك في الموضوع، او ان انت تصلي، تعملي مديتيشن. في طرق كتير قوي تسيطري بيها على مشاعرك غير ان انت تاكلي. والحاجات دي كل الناس بتعملها، مش انت بس، يعني انت مش غريبة ولا حاجة. دي مش احسن حاجة للصحة. فعشان كده كمان الاحتفال مش شرط يكون بالكيك او بالوات ايفر. انت ممكن تحتفلي بان انت تجيبي لنفسك لبس جديد، ان انت تخرجي نفسك، تعملي اكسبيرينس جديدة، انه يكون الخروجه احنا حاطين فيها حركة. يعني في ناس بتخرج دلوقتي تروح تعمل مع بعضها بادل. بالنسبة لي الناس دي بتفهم، يعني انتوا رايحين تحركوا جسمكم. في ناس تانية تقول يلا نروح نعمل سكيتنج. يعني نخلي الاحتفالات اقل ارتباط بالاكل. طبعا خرجت بره البوينت، بس لو اتحكمتي في مشاعرك يعني هتحسي بالشبع لمدة اطول. كده خلصت انا الفيديو، وعايزه كمان اقول حاجه: ما تخافيش من الجوع، احنا موجود كمان في ثقافتنا حتى في الصيام. لو انتي بتاكلي مثلا حاجه بسيطه بس كده ولسه انتي جعانه شويه، بيبقى عندك طاقه اكتر بكتير تديها في الشغل او في اي حاجه انتي بتعمليها، من لما بتبقي شبعانه وماليه بطنك حتى بعديها بنبلم كده وما بنقدرش نعمل حاجه وبنخسر الطاقه بتاعتنا. فالجوع مش حاجه وحشه، بس طبعا احنا مش عايزين نحس بيه طول الوقت عشان الدايت ما يبقاش صعب. فعشان كده قلت لكم 10 تيبس ان انتوا ازاي تحسوا بالشبع فيها. نفسي ان الفيديو ده يكون ساعدكم، ولو انتوا عايزين تبقوا بارت من الكوميونتي اللي انا بحاول ابنيها، اللي بتحب الجيم وتحب التغذيه وتحب الكلام اللي انا بقوله ده، تعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم، ايه لا اكتر اكله ممكن تشبعكم. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.